يسعد أوقاتكم منين ما كنتوا عم تتابعوني، وأهلا وسهلا اليوم فيكم فيديو جديد ووصفة جديدة. لا تنسوا اللايك والاشتراك وخلينا نبدأ. اليوم رح نعمل 3 وصفات حلو، وكلهم المكون الأساسي تبعيتهم هو الموز. معاي شوكولاتة هون دارك، وخبز تورتيلا، وموز، وزبدة الفول السوداني، وقرفة ناعمة مطحونة، وفستق حلبي للزينة، ومربع زبدة صغير. ويلا نبدأ سوا. عم أقشر هون الموز. هذا الحلو كله 3 أنواع، ما رح نستخدم الفرن، كله على البارد. والكميات انتو يعني تقديرية، ما في كمية محددة، انتو بتشوفوها وبتحكموا عليها. وهالحلو كتير طيب، رح تحبوه كتير لأنه كتير بيبرد على القلب، وبما أنه هو حلا بارد يعني رح تحبوه، ويكون منعش بهيك جو. والصيف هاي يا رب الله يرحمنا برحمته كتير نار. هلأ بعد ما قشرت الموز رح أقصه بشكل طولي، لأنه رح أدهن بقلبه زبدة الفول السوداني. زبدة الفول السوداني مع الموز طيبة كتير كتير. اللي ما بحب زبدة الفول السوداني في يستبدلها ببستاشيو أو شوكولاتة، أي شغلة بحبها. وهلأ بعد ما انتهينا رح نضيف زبدة الفول السوداني. أنا جايبتها فيها مكسرات، في منها نوع سادة. رح نحط كمية، وهيك بعد ما انتهيت دهنت القسمين. أنا بحب تكون الحشوة فيها كثيفة. رح أطبق الموز وحط بالنص أعواد خشب تبعيت الشوي مشان يثبتوا مع بعضهم، وحاولوا ترصوها شوي وانتوا عم تسكروهم. ولو في حشوة زايدة من الجناب حاولوا تمسحوها، يكون انه يعني كله متساوي. وهيك بعد ما انتهيت منهم وعم زبطهم كلياتهم بشكل متساوي، رح حطهم بالفريزر لمدة ساعتين يبردوا ويتماسكوا. وهيك بعد ساعتين طالعتها من الفريزر وسيحت شوكولا سودي وشوكولا بيضة. اللي بتحبوه انتو حطوه، حطوا اذا بدكم سودي لحال واذا بدكم بيضة لحال. وعم غطيها بالشوكولا كامل. طبعا هي لانها باردة دغري اول ما تغطوها رح تنشف الشوكولا. وبعد ما انتهي رح ارجع دخلها على البراد نص ساعة. انتهينا من الحلو الاول، رح نبدأ بالحلو الثاني. ورح نسيح الشوكولا هون، قطعتها ورح حطها بالميكروويف لمدة 3 دقايق. وهيك ساحت الشوكولا بعد ما طالعتها من الميكروويف. وهاي الوصفة الثانية، هاي أسرع وصفة حلو للي مثلا بالشوب هذا حابب ياكل حلو، حابب يبرد على قلبه. أسرع وصفة. قشرت الموز والشوكولا اللي سيحتها عم حط عليه. حاولوا انه يعني تجي على كل الأطراف لأنه رح نغطي كل الموز بالشوكولا. وهلأ هيك بعد ما غطيت كل الموز بالشوكولا رح أضيف عليه الفستق الحلبي. وهلأ هيك حطيته بالبراد من تحت ما بالفريزر. أسهل وصفة وأسرع وصفة للكسولين واللي جاي عبالهم يتحلوا. وهلأ رح نبدأ بالوصفة الثانية. جبت خبز التورتيلا وعم آخد زبدة وأدهن على الخبز. لازم ندهنه من فوق ومن تحت. وهاي الوصفة كمان طيبة كتير، رح تحبوا الوصفات ال3. هلأ هني 3 وصفات بالموز وسهلات وسريعات، بس كل وصفة بتفرق طعم تاع التاني. كل وحدة أطيب من التاني وأسرع من التاني بهيك جو. وحطيت التقلاية على الغاز وحميت على نار وسط، ورح أقلب عليها الخبز على الجهتين. تقليب خفيف، يعني إنه بس هيك شوي تتحمص، ما كتير. ما بدنا إياها تتحمص أو تتكسر، تقليب خفيف. يعني تقليبتين لكل جهة، بدها تضل تقدر وقت اللفة تساعدنا باللف ما تصير تتكسر. ورح أدهن هون زبدة الفول السوداني. وهيك بعد ما انتهيت من دهن كل الخبز رح أرش طبقة رقيقة كتير من القرفة. لا تكتره حتى ما تعطي طعم إنه ما طيبة أو حدي. ورح أرش فستق حلبي، الفستق الحلبي اختياري. ورح أحط هون الموز. أحيانا بيجيكن ضيوف فجأة، فيكن تعملوا لهذا الحلو كتير يعني سهل، وببيض الوجه قدام رفقاتكن قدام ضيوفكن. وهيك لفيتها. حاولوا أي موز بيطلع برا الخزة تقصوه حتى يكون الشكل مرتب متناسق لما بدنا نجي نقطعه. وهيك عم قطعون الحجم اللي بدكن إياه فيكن تقطعوون. وبس انتهي من التقطيع رح دخله على البراد من تحت لمدة نص ساعة. وهيك بعد ما طالعته عم حط عليه عسل ورح حط عليه ورد محمدي. هدول الوصفات أبدا ما بيناسبوا اللي عاملين دايت، لأنه فيهم كتير سعرات حرارية عالية.
وهيك النتيجة النهائية للثلاث وصفات. المنظر لحاله ببرد على القلب. وهاي الايس كريم اللي عملناه اول شي، وعملت قسم منه بشوكولا بيضة. وهيك انتهينا من تحضير الحلويات. وهذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، وبشوفكن بفيديو جديد.